تعالوا نحكي سوري بكل صراحة. في حادثتين صاروا اليوم وهيك حبيت أعبر عنهم بطريقة جديدة لأنه بالنسبة إلي الموضوع أكبر من الحادثة بحد ذاتها. اليوم بيتم شحط دكتور بالجامعة وبيتم أخده للتحقيق معه بسبب تقرير عملته صبية تجاهه بالجامعة. بيضل 12 ساعة بالتحقيق وبعدين بيطلع إنه هذا الزلمة الاتهام خاطئ وبيتم الاعتذار منه. الصورة اللي تم تداولها قدام طلاب الجامعة لما بينشحط دكتور جامعة بهي الطريقة المسيئة لكرامته قدام طلابه. والفكرة الثانية اللي بدي أحكي عنها، تمت حلاقة شعر 4 شباب لطشوا بنات وهن طالعين من المدرسة، وتم كمان تداول الفيديو ونشره بطريقة الناس بلشت تعلق شيء إيجابا وشيء سلبا. أنا شاركت هالقصتين لأقول الفكرة الأساسية، نحن بدنا نبني وطن بيحمي كرامات وحريات الناس، وهذا الشيء بيتم لما بنتعامل مع هالقصص بالقانون وبطريقة ما نجرح كرامة الإنسان. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس الإنسان مجرم حتى يتم براءته. هذا الوعي لفكرة إنه القانون هو اللي بيحفظ لي كرامتي وبنفس الوقت بياخد لي حقي موضوع كتير مهم، ولازم يصاغ على هالأساس لنقدر نتخلص من عقلية النظام البائد اللي سحق كرامات الناس وحول المواطن لإنسان درجة 10 بحس بالإهانة والكسر والذل ببلده. لما أنا بيجي بعاقب شباب لطشت بنات مدرسة، وهذا فعل جدا مسيء ولازم يتحاسبوا عليه الشباب، ولكن لما بحلق لهم راسهم وبصورهم فيديو قدام العالم من منطلق اني انا عم ربي الشعب، هذا عم يكسر نفوس شباب عندها عنفوان، عم يذلها. هدول الشباب عم ينكسر فيهم شعورهم بالانتماء، شعورهم بالعدالة وبالكرامة. عاقب الشخص بأنك تاخده على مخفر وتحاسبه على الجرم اللي عمله، ولكن ما تأذيه وتشوه له صورته وتكسر له نفسيته وكرامته قدام الناس. هاي الأفعال كتير بسيطة إذا منوعالها صدقوني رح نتجاوز كتير قصص النظام زرعها بطريقة حقيرة بمجتمعنا. كرس ثقافة الانكسار والذل والمحاسبة بتكسير الراس، كرس ثقافة إنه أنت مجرم حتى تثبت لي براءتك. القانون اللي بدنا نبنيه هو عكس هالشي تماما، ولما منعالج هي القصص ومنضوي عليها لنتلافاها بالمستقبل، نحن بنكون عم نشارك ببناء الوطن. ما بدنا نحكي بالسلبيات لمجرد انه نحكي وننتقد، ابدا، نحن بدنا نحكي لنصلح وهذا دورنا. وبالمقابل نحن مراهنين على وعي الإدارة وحكمتها وقدرتها انه تعالج هي القصص، لانه دايما عم تكون مشكورة انه عم تتجاوب معنا.